لذلك أنا أقول مثل هذه القوانين إنما هي جعلت لأجل تمرير بعض الأشياء التي يريدون أن يمروها، وإلا لو استوينا في هذا الأمر ينبغي إذا كنا لن نتكلم عن الهولوكوست ينبغي لنا أيضا ألا نتكلم على أي نبي من أنبياء الله، أو على أي رسول من رسل الله، أو على أي ديانة من الديانات، سواء كانت اليهودية أو النصرانية أو الإسلام. لا ينبغي أن يتعدى عليها. كل الدول إذا أسيء إلى قضايا معينة فيها تعتبر رمزيات، سواء الرئيس، العلم، بعض القضايا التي تعتبر بالنسبة لها رموز تسحب السفير، تحتج، تثير الدنيا، تقيمها، لو عندها قدرة تسير الجيوش. طيب كيف أنت تثير شعوب مليارين تقريبا من المسلمين يتبعون هذا النبي ويؤمنون به؟ ما طالبوك بأن تؤمن به، ما طالبوك، ما قالوا لك والله بالقصب أنت تؤمن، لكن قالوا لك يا كف عن الأذى. هي أفعال اليائسين الذين ما استطاعوا أن يواجهون في أرض المعركة، فأصبحوا من هنا ومن هنا حتى ينالون من هذا الدين بأي طريقة. ولكن بفضل الله جل وعلا إلى الآن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أبدا.